أضخم هجوم لعناصر حزب الله اللبناني ولشبيحة الأسد بوقت واحد. هجوم مرتد تشنه عناصر حزب الله اللبناني لاقتحام قرى مدينة القصير بريف حمص لانتزاعها من قبضة الثوار. الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها نظام الأسد للسيطرة على القصير تنقسم إلى 3 مراحل. الأولى تتمثل بتكثيف قوات الأسد، قصفها بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ على قرى وأحياء القصير لكسر شوكة عناصر الجيش الحر ومنعهم من التقدم. غارة جوية على قرية البرهانية وعلى قرية الرضوانية من أجل سماح لعناصر حزب الله بالتقدم. والمرحلة الثانية تتطلب تأمين غطاء جوي لعناصر حزب الله اللبناني وقوات النظام بطائرات الميج والمروحيات لاستهداف قواعد الجيش الحر ومنع عناصره من تحضير الكمائن. أما المرحلة الأخيرة تقوم على تقدم عناصر حزب الله بالتنسيق مع قوات الأسد برا في اتجاه قرى وأحياء القصير، ومنها الرضوانية، البرهانية، التل، صقرجة والنهرية. واستطاع حزب الله بعد مواجهات عنيفة فرض سيطرته على قرية الرضوانية الحدودية مع لبنان، لكن الرد جاء سريعا من الجيش الحر على جبهة أخرى، حيث انتزع قرية عين التنور من قبضة عناصر حزب الله وقوات الأسد. كتائب الجيش الحر قصفت أيضا 6 مواقع لحزب الله اللبناني بصواريخ جراد، موقعان منها ضمن الأراضي السورية و4 مواقع داخل الأراضي اللبنانية. عاشت سوريا حرة أبية. كفاح الزين، العربية.